أحيانا المرء يأتي عليه يوم ويدفع ثمن وضريبة ما جناه في الأيام والأعوام السابقة. وما جناه هذا اللاعب الذي يسمى ميسي خلال الأعوام السابقة ليس بالسهل، لأنه كان بالضحك على العالم أجمع ورشوة البعض لحيازة والسيطرة على بعض الجوائز الفردية والشخصية. ولذلك من يلقبونه بمدلل الفيفا ومدلل الشركات الراعية والداعمة والوسطاء ليس من فراغ. ولذلك أعتقد أن أنطونيلا عندما علمت ذلك صدمت وقررت الانفصال عنه، وهو الآن يدفع ثمن وضريبة بخس حق اللاعبين الآخرين والرضخ وراء الأموال من هذا وذاك. وما يؤكد خبر انفصال ميسي عن زوجته أنطونيلا هي نظرات ميسي لمذيعة كانت في تغطية حفل البالون دور، حيث كان البرغوث يسترق النظرات ويحاول إغواءها، بالإضافة إلى عدم صعود زوجته أنطونيلا معه إلى خشبة المسرح أثناء استلام الكرة الذهبية رغم دعوته لها. وهناك من يقول أن ميسي يحاول أن ينفصل من أنطونيلا حتى يأخذ جورجينيا من رونالدو لينهي كل المنافسات، حيث الرقم القياسي الوحيد المتبقي عند رونالدو الآن هو رقم جورجينيا، ويريد ميسي أخذه منه أيضا. وفي حالة الانفصال ستأخذ زوجة ميسي نصف ثروته، يعني سيصبح لديه فقط 4 كرات ذهبية، ويعود للمركز الثاني خلف الدون رونالدو بفارق كرة واحدة.